السلام عليكم. معاكم قناة تحليلاتكم. أنباء مؤكدة جدا جدا يا جماعة. اجتماع والد أحمد سيد زيزو ووكيل أعماله في نفس الوقت مع مسؤول كبير في النادي الأهلي من أجل إنهاء الرتوش النهائية طبعا لتوقيع أحمد سيد زيزو أو أحمد مصطفى زيزو للانتقال الحر. حط تحت كلمة الحر دي 200 خط. الانتقال الحر لأحمد سيد زيزو إلى القلعة الحمراء النادي الأهلي. التفاصيل يا جماعة، لكن في البداية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أنت داعم للنادي الأهلي. لايك، إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت داعم لنادي الزمالك فاعمل ديسلايك واكتب ما حصلش وأحمد سيد زيزو باقي في نادي الزمالك. خلينا نشوف الناس مع الانتقال ولا مع عدم الانتقال والخبر فين. خلينا نقول لكم انباء مؤكده يا جماعه وردت عن اجتماع طبعا حصري لوالد احمد سيد زيزو في الساعات الاخيره، يعني 24 ساعه الماضيه بالضبط بالتحديد. اجتمع والد احمد مصطفى زيزو مع مسؤول كبير في النادي الاهلي. طبعا رفض المصدر ان هو يفصح عن المسؤول ده سواء طبعا على مستوى رئاسه النادي ولا مدير التعاقدات، الله اعلم، ولكن قال لك مسؤول كبير يا جماعه في النادي الاهلي اجتمع مع والد احمد مصطفى زيزو من اجل الانتقال الحر في شهر يناير اللي جاي، اللي احنا فاضل فيه تقريبا 8 ايام. احنا دلوقتي في 22، فاضل 8 ايام ويبقى طبعا احمد مصطفى زيزو بدون نادي، ويحق لي ان هو ينتقل لاي نادي سواء الاهلي، بيراميدز، انديه خليجيه، انديه سعوديه، ايا كان. والد مصطفى زيزو طبعا ابدى الرغبه، واحمد مصطفى زيزو ابدى الرغبه للانتقال للنادي الاهلي. النادي الاهلي في الاول كان ممانع، ولكن سبب الممانعه بتاعته لان احمد مصطفى زيزو مرتبط بعقد مع الزمالك، والنادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب رافض طبعا ان هو يحط اداره نادي الزمالك في حرج مع طبعا حسين لبليجو او حسين لبيب. رافض ان هم يحطوا في حرج مع السياسه طبعا الاخيره اللي انتهجها النادي الاهلي مع نادي الزمالك بعد طبعا اقاله او المستشار مرتضى منصور عن اداره نادي الزمالك او عن رئاسه نادي الزمالك. فبالتالي النادي الاهلي مش عايز يضغط على الاداره، فقال لك انا موقف اي اتفاقات او اي كلام مع احمد مصطفى زيزو لحد ما يكون فري في شهر يناير اللي هو بقى عليه 8 ايام. فدلوقتي النادي الاهلي قال لك خلاص انا ما عنديش اي مشكله، ولكن ينتهي يجي شهر يناير وانت تكون مش موقع للزمالك، يا مرحب بك في النادي الاهلي، مفيش اي مشكله. وفي المقابل احمد مصطفى زيزو والد احمد مصطفى زيزو اللي كان رابط مع الزمالك على 75 مليون قال لك لا خلاص هو وافق انه ياخد في النادي الاهلي، بس النادي الاهلي بس مش اي نادي تاني. في النادي الاهلي وافق على 50 مليون جنيه في السنه، هيمضي 3 سنين، يعني في 3 سنين هياخد 150 مليون، غير بقى الحوافز، غير الاعلانات، غير البطولات، يعني مش حوافز، احنا مش موظف حكومي، غير طبعا الاعلانات، غير مثلا بطولات بتيجي ياخد مثلا مكافآت ماليه وسط السيزون. يعني العمليه تضرب لها مثلا قول في 200 او 250 مليون جنيه في ال3 مواسم، يعني تقريبا داخل في ربع مليون جنيه. فمبدئيا الطرفين موافقين، يعني الاهلي وافق ان هو يمشي رسمي في الموضوع، ولكن بعد اسبوع من الزمن علشان اللاعب يكون فري وما يضغطش وما يحطش اداره نادي الزمالك في حرج. بعد ما هو كان رافض الانتقال من اساسه، دلوقتي لا موافق ان هو ينتقل. احمد مصطفى زيزو بعد ما كان رابط على 170 مليون لا وافق ان هو ينتقل للنادي الاهلي مقابل 50 مليون جنيه في السنه. طبعا والد زيزو ايضا اكد يا جماعه، قال لك مجلس اداره الزمالك يتجاهل ملف التجديد ويحق لنا التوقيع لاي نادي في يناير. طبعا هو بيرمي على الجلسه او الاجتماع اللي عقده مع المسؤول الكبير في النادي الاهلي من اجل انضمام ابنه طبعا احمد مصطفى زيزو المؤكد بنسبه 100% الى النادي الاهلي، ولكن في انتقالات شهر يناير. وتلاقي النادي الاهلي او اي مسؤول في النادي الاهلي دلوقتي يلتزم الصمت، ما بيردش، سواء انا اجتمعت ايوه او ينفي الخبر ان هو ما اجتمعش. ولكن الايام القليله اللي جايه هي تاكد صحه الخبر وصحه انتقال مصطفى زيزو للنادي الاهلي في الانتقالات الشتويه القادمه ولمده 3 مواسم. ده يا جماعه كل ما يخص الخبر. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل اشعار. كان معكم قناه تحليلاتكم. سلام عليكم.